تمشي هباء منثورا، لذلك ما كان يفتح المشترك الموحد للمسؤولين كل من له علاقة، والبداية بالمجتمع المدني أنه يوقف وقفة وينقي وينظف هذا المكان، ولماذا المساعدة على الترميم وعلى البناء ولا وزارة الثقافة كل له علاقة أنه يتابع هذه المعلومة. اللقاءات السابقة مع مؤسسات الجيش مشكورة، العقيدة اللي للأسف انتقلت للعقيدة الإسلام، كنا كمساكن الحي العسكري فقط كنا نتعامل معها، وكنا نكون واحد التصميم لإعادة ترميم هذا المسبح والجوانب تستخدم مقهى أو أي مكان يجوز بصفتك ككاتب ديال الفرع بالزياره ديالكم لكم بلاد المعلمه هذه تكلم معنا. مع الاسف الشديد هذه معلمه تاريخيه اللي تؤرخ لتاريخ طنطان، وتعرضت للاهمال، والتواجد ديالنا كحزب الاشتراك الموحد فرع محلي طنطان جاء في اطار التنبيه لخطوره هذا الوضع اللي تيمس هذه المعلمات التاريخيه للسلطات المحليه. مع الاسف ما عطاتهاش عنايه. وهناك مذكره للسيد وكيل الملك تهم البنايه التاريخيه على اساس اي بنايه معرضه للخطر او اي بنايه يتم اصلاحها بطريقه لا علميه يجب يتوجب عليه التدخل لحمايه هذا المبنى التاريخي. وحنا نديد كفرع محلي للحزب الاشتراكي الموحد بعد السلوكات اللي تتخلي السلطات المحليه في غفله، ومع ان راسنا مجموعه من من مديريات ذوي اختصاصات، ولم نتوصل لحد الان الى اي جواب مقنع يخلينا اننا نحمو هذا الارث التاريخي. وشكرا.